اللي يخلي حكومة تخلص على ربع شعبها؟ سنة 70 انقلب الجنرال لون نول اللي كان موالي للولايات المتحدة على الحاكم الكمبودي الأمير نورودوم سيهانوك، وكنوع من الانتقام لجأ الأمير المخلوع سيهانوك للصين وشكل تحالف مع أعدائه السابقين الخمير الحمر، وده اسم بيطلق على الجناح المسلح للحزب الشيوعي في كمبوديا. ومصطلح الخمير بيشير للعرق والأغلبية السكانية في كمبوديا، والحمر جاية من اللون الأحمر اللي بيرمز للتوجه الشيوعي المتطرف للحركة. والتحالف ده طبعا عشان يواجه نظام لون نول اللي انقلب عليه. وفي خلال 5 سنين حصلت حرب أهلية كبيرة في كمبوديا، نتيجتها كانت انتصار الخمير الحمر على الجنرال لون نول واستيلائها على العاصمة نوم بن في 17 إبريل 75 بقيادة مجموعة من القادة، ومن أهمهم قائدهم بول بوت، أو زي ما بيقولوا عليه الأخ رقم 1. والقادة دول كانت بتربطهم طريقة تفكير واحدة ونظرية شيوعية متشددة، وهي أنهم يرجعوا الشعب للحياة البدائية ويبعدوا عن أي تحضر، لأنهم شايفين أنه سبب تأخر شعوب العالم الثالث. فمنعوا المدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع، ده غير البنوك والتجارة، وكمان